Runde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشاهد نزال قوي بيجمع ما بين ملاكم مغربي ضد ملاكم هولندي في مباراة قوية ومباراة شرسة يا جماعة. والملاكم المغربي اللي معانا النهاردة محمد بقال يا جماعة. تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف محمد بقال هيتعامل ازاي مع الملاكم الهولندي. يلا بينا. ادي الفيديو بتاعنا يا جماعة. زي ما احنا شايفين الملاكم المغربي بالشورت الابيض والملاكم الهولندي بالشورت الاسود. والملاكم الهولندي متفوق على الملاكم المغربي بالطول، والملاكم الهولندي هنا بيطير وعايز يضرب البطل المغربي، لكن البطل المغربي اقصر منه نازل يا جماعه بلكمات مدمره، لكمات متتاليه اهو. قلت لكم قبل كده ملاكمين المغرب لا بيهمهم لا طول ولا عضلات، مع ان الهولندي صاحب الشورت الاسود ده يا جماعه متفوق على الملاكم المغربي بالطول، لكن الملاكم المغربي عباره عن مجموعه لكمات مدمره يا جماعه. ضرباته سريعه زي ما احنا شايفين. الهولند عاوز يقاوم معاه باي طريقه، لكن الملاكم المغربي شوف يا جماعه، شوف مدافع يا جماعه قدام البطل الهولندي. الهولندي وقف وتراجع كده وعرف ان الملاكم المغربي مش سهل، وادي ضربه ثانيه وادي الثالثه وادي الرابعه وادي الخامسه وادي السادسه وادي السابعه. والملاكم المغربي مشغل ايه يا جماعه؟ مشغل منظومه الدفاعات البالستيه ضد العملاق الهولندي ده يا جدعان. ملاكمين المغرب اجمل حاجه بتعجبني فيهم ان هم قلبهم ميت، ما بيهمهمش لا طول ولا عضلات. وادي الصواريخ البالستيه شغاله في دماغه اهو، حتتك بتتك ونازل عليه ايه. الهولندي عايز يتعامل معاه بنفس الطريقه، لكن ولا حياه لمن تنادي. ملاكم مغربي قصير بس يحير. الهولندي عاوز يضرب كده وبيستغل طوله، لكن مفيش فايده. الهولندي هنا بيحاول، لكن الملاكم المغربي بيقول له اثبت مكانك واعرف انت بتتكلم مع مين. ملاكم بصراحه مباراه قويه، مباراه جميله يا جماعه. الملاكم المغربي نازل عليه حتتك بتتك زي ما احنا شايفين. نخش على الرواند الثاني. ادي الملاكم المغربي وادي الضربات. خلي بالك الهولند عايز يوقعه باي طريقه. ادي الملاكم المغربي بيديله كل خبطه والثانيه. بيعلموا الادب زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، نازل عليه حتتك بتتك. خش يا محمد يا بقالي، خش يا رايق. ادي ضربه وادي الثانيه. خش يا بقالي وادي الرابعه. خلي بالك الالماني هنا عمال يطير، هتطير تروح على فين؟ انا مش احنا. وادي ضربه. خد تعالى هنا، مهما تكون طويل مش هتفلت من ايدي. ده صواريخ بالستيه يا جماعه، مشغل له الصواريخ البالستيه زي ما احنا شايفين. في دماغه يديله يا بقالي. شوف الهولندي هنا عايز يرفص زي الحمار. خد يا حبيبي واحده، خد يا حبيبي الثانيه، خد الثالثه. الملاكم المغربي بارع على قد ما هو قصير بس محير في الواد طبعا يا جماعه. هنا الهولندي خد يا حبيبي واحده، الواد خد واحده في وشه. ايه يا جماعه؟ خدها دوا. خلي بالك نكمل. ادي واحده ثانيه. اضرب يا بقال. وادي بقى خلفيه زي ما احنا شايفين كده. الملاكم المغربي يا رايق معلمه الادب. خد تعالى هنا، رايح فين؟ وسع يا حكم كده لا تاخد لك واحده في قرعتك ده انت كمان. خش يا بقال. شوف يا جماعه الهولندي هنا لم نفسه واحترم نفسه ازاي. عرف ان قدام منه خصم تقيل، كان مستغله طوله ومفكر بقى ان الملاكم اللي قدام منه ده قصير، بس اتفاجئ ان هو منظومه لكمات مدمره. هنخش في الرواند الثالث على طول. خلي بالك. خش يا بقال. ادي ضرب. خلي بالك الهولندي هنا هيعمل ايه. الهولندي خايف من لكمات الملاكم المغربي، لكن بياخدها برضه. شوف مع انه طويل وخايف ومداري نفسه خالص ازاي،
هنا بيستغل رجليه بقى هنا وعايز يضرب من على بعد، لكن الملاكم المغربي خد يا حبيبي طق طق، خد من اللي قلبك يحبه. رايح فين؟ تعالى هنا، تعالى هنا، اديله يا بقال، اديله تاني، ما تحرموش من حاجه، دي واحده تانيه. بصراحه الملاكم المغربي بارع يا جماعه، يعجبني في ملاكمين المغرب الشراسه اللي عندهم، ما بيهمهمش من حد، ما بيخافوش من حد، نازلين حتى تكبتتك زي ما احنا شايفين كده. شوف 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 الهولندي برك على ركبه يا جدعان. خد يابا، خد تاني. شوف هنا ايه اللي هيحصل. خد، اديله يا بقال، خلي بالك. خش يا بقال، خش يا بقال، اديله يا رايق، اديله تاني حبيبي. هي الضربه في الرقبه بقى. وقعت يا ابو طويله، وقعت ومحدش سمع عليك، اديله يا بقال تاني. تخيل يا جماعه لو الملاكم المغربي ده كمان معاه سنه طول، يعني شويه كده طول، شويه كده، كان عامل ايه في الواد ده؟ يعني هو قصير كده وزحفه في الارض زي ما احنا شفنا كده، فما بالك لو معاه شويه طول بقى كان هيعمل ايه؟ بصراحه كان بص، كان قطع عليه حبال الحلبة زي ما احنا شايفين كده. بصراحة ملاكم بارع، مباراة قوية، مباراة سريعة زي ما احنا شفنا كده. الملاكم المغربي نزل عليه حتى تكبتتك، روق عليه. ادي طبعا ملاكمين المغرب لا بيهمهم لا طول ولا عضلات. مباراة جميلة جدا. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك الفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. قولوا رأيكم في الكومنتات. اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.